لما يجي لك بقى حاجه زي 604 مثلا عايز تجمعها على 306، حاجه زي دي هتعملها ازاي؟ بسيطه جدا. 604 يعني 600 زائد 4، 306 يعني 300 زائد 6، 600 300 600 يعني 100 و100 و100 وال300 دي يعني 300، 600 و300 900، 4 و6 10، تجمع دول مع بعض يديك 910. 900 زائد 10 يعني 910. شايف الكلام ده سهل وتافه وبسيط. طيب عايزه يتزرع في دماغك، بس عايزك تفهمه، انا عايز ده يتزرع في دماغك قبل ما تقوم جاي كده. يعني ممكن احط ال 306 هنا كده واقوم جامع 4 6 10، احط الصفر احط هنا 1 يعني 1 يبقى 6 و3 9 يبقى 910. انت هتيجي تقول لي كده ليه ما اعملهاش بالطريقه دي؟ اعملها بالطريقه دي، ولكن انا اللي يهمني ان الطريقه اللي فاتت دي تكون انت مستوعبها كويس، عشان في المستقبل او كمان شويه لما ناخد الضرب وتيجي تقول لي لو انا عندي 4 في 5 زائد 6 بضرب دي هنا وبضرب دي هنا، انا لسه هشرح لك دي كمان شويه. يبقى ال 4 في 5 في 6 انا بضرب دي هنا بعد كده اضربها هنا زي ما هضرب دي. هقول لك لا، هتقول لي ليه؟ لانك مش فاهم اصل التبسيط. اصل التبسيط لازم يتزرع في دماغك. بعد كده الطرح، طرح العلامه بتاعته سالب، الطرح عكس الجمع. مش عارف يعني افهمك دلوقتي. انا عندي هنا 4 مثلا وعندي هنا 1، الاربعه اخد منها كام؟ يدي لي 1. الواحد ده اضيف له كام هنا عشان يبقى 4؟ مش انا هنا كنت بحط 3 زائد 1 بيدينا 4، الاربعه دي اخد منها كام؟ يديني 1. ده معناه ان كام لما هجمعه على الواحد يدينا 4. تقول لي 3، هقول لك ماشي، انا يهمني الفكره ما يهمنيش الحل، ما انا عارف انك عارف الحل. تعالى بقى نعمل ايه؟ زي ربط بمبدا المساواه وبين النقطتين اللي احنا خدناهم دول. لو انا جيت قلت لك 6 زائد 3 بتساوي 6 و3 كام؟ 9. لو انا عايز اطرح او ضفت هنا كده سالب 1، اتكلمنا عن المساواه. المساواه انك بتحط هنا حاجه ترجع تحطها هنا تاني. لو حطيت هنا ناقص 1 هحط هنا ناقص 1. نكمل بعد كده. عايز احسب ناتج الجزء ده الاول بعد كده ناتج الجزء ده تاني. 6 و3 9، 9 ناقص 1 8، 9 ناقص 1 8. هل قبل ما اكمل هل الكلام ده منطقي بالنسبه لك في دماغك انت؟ الكلام ده منطقي؟ مع 6 جنيه ضفت عليهم 3 جنيه بعد كده خدت منهم جنيه يتبقى لي 8 جنيه. تعال نعمل الكلام ده. 9 ناقص 1 8، وسبحان الله ال 8 بتساوي 8. في بقى نقطه مهمه نعمل الحسابيه دي. عملتها ازاي؟ قلت 6 زائد 3 ناقص 1. هيجي واحد يقول لك ايه؟ انا عايز اكتبها بالانجليزي. هقول لك احط هنا يساوي واقوم كاتب 6 واقوم كاتب زائد 3 ناقص 1. كلام جميل مفيش مشكله. ويعمل ايه؟ يقوم ماشي كده ويقول لي 1 ناقص 3. 1 ناقص 3 يعني سالب 2 زائد 6 يطلع لك ايه؟ يطلع لك 4. وتيجي هنا تقول لي انا هكتب دي كمان بالانجليزي. طب اكتبها بالانجليزي 9 ناقص 1. 1 وانت متأمل ماشي كده 1 ناقص 9 يعني سالب 8. ايه ده؟ الله، الاربعه بتساوي سالب 8. ده منطقي؟ لا، في الدنيا كلها ما ينفعش الواحد يساوي غير الواحد، و8 بتساوي 8 والاربعه بتساوي الاربعه والسالب 8 بتساوي السالب 8. ما ينفعش الاربعه تطلع بسالب 8، ما ينفعش الفوق يبقى سالب 8. فبالتالي انا هنا عايزك تنتبه لنقطه مهمه. اتجاه سير العمليه الحسابيه اتجاهها في العربي من اليمين للشمال، اتجاهها في الانجليزي من الشمال لليمين. لو انت جيت هنا شلت بقى العبط اللي احنا كاتبينه ده، احنا قلنا العمليه الحسابيه في الانجليزي بتمشي من الشمال لليمين. 6 زائد 3 9 ناقص 1 8، وهنا 9 ناقص 1 8 طلع نفس هنا 8 وهنا ايه هي. يبقى انا عايزك تنتبه لاتجاه سير العمليه الحسابيه. لما انت تيجي تكتب في الفيزياء لو انت في ثالثه ثانوي الانجليزي من اليمين للشمال والعربي من الشمال لليمين، وعامل حاجات كده عجيبه. انت ذات نفسك لما تيجي تقرا تلاقي ان الكلام مش منطقي، في ارقام جديده بتطلع لك بتلاقي انك بتحل غلط. ليه؟ لانك ماشي يمين وفي شمال وشمال في يمين عمال تتشقلب في المساله. كمان كام حلقه هناخد جمع الكسور، وجمع الكسور لو انت اتلخبطت في حته من الشمال لليمين ولا اليمين من الشمال بيطلع لك نواتج عجيبه. انت هنا ماشي من هنا لهنا 4 ناقص 3 مش 3 ناقص 4. عايز اعرفك على مفهوم اسمه مفهوم الترجمه من الرياضيات المجرده الى الرياضيات التطبيقيه. طبعا انت لو في ثالث ثانوي هتقول لي الرياضه التطبيقيه اللي هي الميكانيكا اللي هي الاستاتيك والديناميكا. لا، الرياضه التطبيقيه اللي انا اقصده هنا هو الامثله او المسائل الكلاميه او الافكار قبل ما تحولها لرموز. مثلا في المساله دي انا عندي ايه؟ واحد كسب 4 جنيه بعد كده خسر 3 جنيه، الناتج ايه؟ انه كسب جنيه. يبقى انا خدت الرموز حولتها لكلام. كسب 4 جنيه وخسر 3 جنيه يبقى كسب جنيه. طب جبت خسر دي منين وهنا ليه كسب؟ لو ما كتبتلكش هنا اشاره يبقى الاشاره دايما موجبه، والاشاره بتاعت الثلاثه دي هنا اهي قدامك. يبقى كسب 4 جنيه اهي، خسر اهي 3 جنيه، يبقى الناتج انه كسب جنيه موجب جنيه. الرياضه المجرده رياضه رمزيه. في المستقبل هتاخد رموز عجيبه، تاخد حاجه زي كده وتكتب هنا حاجه وتكتب هنا حاجه وهنا بعد كده نحو ورموز مش مفهومه ما تقدرش تفهمها غير لما تعرف اصلها ايه في الرياضه التطبيقيه. انا ليه بكتبها؟ ليه بحتاجها؟ وايه معنى الرموز دي؟ عشان اشوف النواتج اللي طالعه دي منطقيه ولا لا. في واحد يوتيوبر مشهور قال لك ان مجموع الاعداد من 1 للما لا نهايه بطريقه ما رياضيه قال لك ان هي 1 على سالب 12. هو طبق الكلام ده بالرياضه المجرده مجرد رموز، وصل لنتيجه غريبه. الرموز دي بعيدا ان هي ترتيبها صح او غلط. في اول فيديو هنا الخطا اللي عملناه لما جينا في الاخر اثبتنا ان الواحد بيساوي 2. الغلطه اللي عملناها ان النتيجه مش منطقيه. ليه بستعمل الرمزيه مش بستعمل الكلام؟ المسائل الكلاميه طويله عايزه 20 صفحه عشان احل مساله بسيطه، لكن الرمزيه دي ممكن في سطرين احل المساله. عايز ازرع دلوقتي برضه في دماغك مفهوم تاني. انت هتلاحظ ان دي يعني ناقص اللي هي العلامه بتاعت عمليه الطرح، وهتلاحظ ان دي برضه اسمها سالب اللي هي اشاره العدد. فايه اللخبطه دي بقى؟ بص يا معلم، مش عايز اصدمك بس الرمز اللي انا كاتبه ده 3 الاصل بتاعه موجب 3، ولكن انا ليه كتبت 3 وقلت لك ان هي سالب على طول؟ ركز كده معايا في اللي انا عامله. ايه ده؟ ايه اللي انا كاتبه ده؟ اشاره العدد وتدل على المكسب. تمام، نفترض ان اشاره العدد كانت سالب، يبقى هو اشاره العدد وتدل على
على الخساره لانها سالب، لكن هي دلوقتي موجب فهي تدل على المكسب. ده ايه؟ الاربعه دي تدل على رقم بسيط، ما 4 فاكيد تدل على رقم. ما هو فاكر دي بتدل على الطرح. ماشي، يعني برضه يعني طرح، يعني لما بشوفها بقول انه خسر، ان الشخص ده خسر، فالشخص ده كسب 4 جنيه تدل على المكسب، كسب 4 جنيه، كسب 4 جنيه. بعد كده خسر عشان دي ناقص يبقى هو خسر. خسر ايه؟ خسر الشيء ده. تعال نشوف الشيء ده ايه. الشيء ده عباره عن شيئين، اول علامه اللي هي الموجب تدل على المكسب، وتاخد بالك ان الموجب دي هي اشاره العدد، يبقى دي اشاره العدد وتدل على المكسب. 3 تدل على العدد زي دي بالظبط. احلها ازاي؟ عايزين نفكر كده في المنظر اللي قدامنا. انا عندي هنا موجب يدل على المكسب، بعد كده يدل على الرقم موجب 4 يعني كسب 4، بعد كده سالب يعني خسر، يبقى كسب 4 وخسر، خسر مكسب 3. معايا؟ مركز معايا؟ فهو كسب 4 ثم خسر. خسر ايه؟ مكسب الثلاثه. هنفترض خفينا ده كده وجيت هنا حطيت سالب. السالب دي بتدل على ايه؟ تدل على الخساره وهي اشاره رقم. تعال نقرا كده الرموز اللي قدام. كسب 4 ثم خسر خساره الثلاثه. فرح عليا يعني خسر خساره، يعني الشخص ده كسب. تخيل معايا لو انت متجوز واحده زنانه وبتجيب لك صداع، رحت انت رايح مطلقها وجيت تقول يا جماعه انا طلقت مراتي، فانت خسرت، انت طلقت فانت خسرت، ولكن خسرت الخساره، خسرت مراتك الزنانه، خسرت الصداع. بما انك خسرت الخساره تبقى كسبت، يبقى خساره الخساره هي مكسب. واحد تاني شغال شغلانه مقرفه ومتعبه وطالع عينه فيها، وجي في يوم الصبح قال لك مش هروح الشغل وخلاص انا هسيب الشغلانه دي. هو خسر الشغل، ولكن الشغل ده كان واقف عليه بخساره، كان بيروح يشتغل طول النهار وبياخد 10 جنيه، فهو بيتفحت وما بياخدش فلوس، فبالتالي هو خسر الخساره. بركه انه خسر الشغلانه دي، فخساره الخساره دايما مكسب. زي انا من شويه لما قلت لك الموجب كان بيدل على ايه؟ على المكسب، فقلت لك خسر المكسب يعني خسر، يبقى خساره المكسب هي خساره. لو انت مش فاهم دي مش هتفهم ابدا معنى الضرب بتاع الاشارات اللي لسه هنشرحه كمان شويه. انا عايزك توقف الفيديو بعد اذنك، وقف الفيديو واقرا الرموز. وقفت الفيديو وقريت الرموز، يبقى دي كده معناها انه كسب 4. بعد كده خسر الخساره يعني كسب كام؟ كسب 3، يتبقى لك 7. يبقى هنا الصح انك تكتب 7، طبعا مكسب 7. دلوقتي انا هديك مسالتين او مشكلتين وعايزك انت تحلهم. اول مشكله سالب 3 زائد سالب 5 بتساوي كام؟ وتاني مشكله هي مشى احمد 10 متر للامام ثم رجع 7 متر للخلف ثم سار للخلف مره اخرى 3 متر ثم سار للامام 5 متر، فاين مكان احمد الان؟ حل لي المشكلتين. عايزك توقف الفيديو زي ما اتفقنا في الاول خالص. انت هتحل دي بسرعه، هتقول لي سالب 3 وموجب في سالب وتقوم حللها. انا مش عايزك تعمل، انا عايزك المسالتين دول تحلهم زي المساله اللي فاتت، يعني تفصصهم وتقول لي دي معناها ايه ودي معناها ايه ودي معناها ايه ودي معناها ايه، كل حاجه من دول تقول لي معناها ايه. طلع لي النواتج بنفس الطريقه اللي انا حليت بيها المساله اللي فاتت. انا هعتبر ان انت دلوقتي وقفت الفيديو وفعلا حليتهم بنفس الطريقه اللي فاتت، ترجمت ديت كلام وترجمت دي للرموز. سالب يعني خسر 3 يبقى خسر 3 جنيه، وكمان بالاضافه انه خسر 5 جنيه يبقى خسر 3 جنيه، وكسب خساره ال 5 جنيه يبقى خسر 3 جنيه، بعد كده كسب خساره 5 جنيه يبقى في الاخر خسر 8. اول مساله خلصت. ثاني مساله انا بقول لك ان احمد مشي 10 متر للامام، يبقى مشي 10 متر للامام، بعد كده رجع 7 متر للخلف يبقى سالب يعني رجع للخلف 7 متر، بعد كده صار للخلف مره اخرى 3 يعني خسر او رجع لورا او مشي للخلف 3 متر، بعد كده صار للامام يعني زائد مشي لقدام 5 متر. فاين مكان احمد الان؟ يساوي مشي في الاول 10 متر لقدام، بعد كده رجع لورا 7 متر، الحته دي كده مشي لقدام 10 ثم رجع 7، يبقى انه مشي لقدام 3 متر، بعد ما مشي 3 متر لقدام مشي لورا 3 متر يبقى صفر، بعد كده مشي لقدام 5 متر، يعني المجموع او حصيله الحركات اللي احمد اتحركها هي مشيه لقدام 5 متر. احمد مكانه دلوقتي لقدام 5 متر، هو مشي 10 لقدام، بعد كده رجع 7، بعد كده رجع 3، بعد كده مشي لقدام 5، يبقى هو مكانه ايه؟ مكانه اتحرك في الاساس كان هنا، ده معناه انه اتحرك بالظبط لقدام 5 متر، ده معنى النتيجه اللي طلعت. لو في شخص مشي لقدام 2 متر بعد كده مشي تاني بس لورا 2 متر، ده معناه انه ما اتحركش. انت هتقول لي ازاي هو ما اتحركش؟ هو مشي قدام ومشي ورا، فازاي ما اتحركش؟ ايوه هو حركته النهائيه انه فضل مكانه ورجع لنفس النقطه، فاحنا بنقول انه ما اتحركش. خلاص هو مشي لقدام بعد كده رجع لورا. لو واحد مشي لقدام 2 متر بعد كده درى وشه لف وشه الناحيه الثانيه وراح راجع بظهره 2 متر، يعني ايه الفرق ما بين دي ودي؟ المساله الاولى دي يعني هو مشي لقدام 2 متر بعد كده رجع لورا 2 متر، وكل ده هو كان وشه فين؟ كان وشه باصص لقدام. دي بقى معناها ايه؟ معناها انه مشي لقدام 2 متر وراح لافف في وشه وراح مشي بظهره 2 متر تانيين، يعني مشي كده. الحصيله في الاخر، الحصيله انه مشي الحته دي كلها، مشي الحته دي كلها اللي هو مشي الحته دي بوشه ومشي الحته دي بظهره، يبقى هو مشي في الاخر 4 متر لقدام. عشان كده المساله دي نتيجتها النهائيه هي موجب 4، المساله دي نتيجتها النهائيه هي صفر. نفس فكره خساره الخساره، لو قست دي على الفلوس هتلاقي انه كسب 2 جنيه بعد كده خسر خساره ال 2 جنيه يبقى كسب 4 جنيه. ظهرت لنا مشكله هي لما يكون عندي
عندي رقم ولنفترض 3 مثلا، هجمعه على نفسه 7 مرات، يعني اكتب 3 زائد 3 زائد 3 7 مرات. دي مشكله. المشكله دي احد العلماء جزاه الله خير عمل حل ليها، قال لك ان انا هخترع مفهوم اسمه الضرب. احنا مش عارفين يعني ايه ضرب. حركه الضرب هو تكرار الجمع. يعني انا هنا عايز اقول 3 هتتجمع على نفسها 7 مرات، بقول ان الثلاثه هتتكرر 7 مرات، واقول يساوي، واقوم حاطط ما بين الرقمين دول علامه 3 في 7، يعني بتجمع 3 7 مرات. نرجع لمفهوم التبسيط اللي هنرجع له كل شويه. انا هكرر الثلاث 7 مرات، ده معناه ان هكرر الثلاثه 5 مرات، بعد كده هكررها مرتين، ده معناه ان هكرر الثلاثه مرتين ثم مرتين ثم مرتين، يبقى كده 6 مرات ثم مره. ففي كل الحالات لازم يطلع لك 21. ظهرت لنا مشكله ثانيه. واحد قال لك انا دلوقتي هعمل ازاي عمليه الضرب دي؟ ما انا دايما هجمع. قال لك بص، احنا هنعمل جدول اسمه جدول الضرب. انا دلوقتي لما اقول لك الواحد لما اضربه في اي حاجه، اضربه في الف مثلا في اي رقم، ده معناه ان بكرر الالف مره واحده، بكتب الف بس. 1 ب7 ده معناه ان 7. لو انا جيت قلت لك جدول 2، جدول 2 ده عباره عن 2 في اي حاجه في الف مثلا، ده معناه ان الف زائد الف. جدول 2 عباره عن ان بجمع الرقم على نفسه مره كمان، وده هتستعمله في التبسيط. تاخد رقم كبير زي مثلا 27 في 2 مثلا، ده معناه انك بتجمع 27 زائد 27. اجمعهم ازاي؟ والله فك ال 27 دي 7 زائد 20 واجمع عليه 7 زائد 20 40 و7 7 14 يبقى 40 50 54. فجدول 2 انا بكرر العدد مرتين. جدول 3 انا بكرر العدد 3 مرات. فايا يكن الرقم اللي انا هحطه واضربه في 3 كاني بالظبط بكرره 3 مرات، كاني بضربه في 2 ثم بجمع عليه العدد. طب ليه هنا في وهنا زائد؟ ما انت عندك في الاساس اصلا ان دي مش فيه. كنا بنقول ان الف زائد الف دي كده معناها ان في الف في 2، يعني الف زائد الف يعني الف في 2 اللي هي 2 الف يعني الف زائد الف. جدول 3 ده يبقى انا كاني بضرب العدد في 2 بعد كده بجمع عليه العدد. هو اللي حط الجداول دي قال لك هنقف عند 12، يعني هنضرب الرقم في 12، ولكن في الحقيقه انت ممكن تضرب اي رقمين في بعض. زي مثلا انا ممكن اجي في وقت معين ابقى محتاج ان انا اضرب 27 في 16، مفيش جدول 16 ومفيش جدول 27، هعمل ايه؟ فانت في الحالات دي بتستخدم التبسيط، وهنحل دي كمان شويه. انا عايزك تعرف الثلاثه دول. بعد كده هيجي لنا جدول 4 وجدول 5. تعالى على جدول 5 احفظه ازاي او افهمه ازاي. الخمسه انت مش بتكرر الرقم، انا هكرر كف ايدي. فلما اجي اقول لك 2 في 5 يعني هحط 5 زائد 5. طب 3 في 5 يعني 5 و5 و5 يعني 15. طب 5 في 4 يعني 5 و5 وصوابع رجلي 5 و5 يبقى 10. يبقى المجموع في الاخر هو ال 20. يبقى 5 في 4 ب 20، وتفضل دايما تزود 5. لما نيجي مثلا نقول 5 في 4 بكام؟ ب 20. طيب 5 في 5 زود عليها 5، وسهل جدا تزويد الخمسه، زي ما سهل جدا انك تزود 10. انت قلت 10 20 30 40، سهل انك تزود 10 وسهل انك تزود 5. 5 5 ب 25. 5 في 9 مشكله مش عارف زود على دي. طب ازود قد ايه؟ لما بقول 5 في 5 بيطلع لي 25، زود عليها 5 يبقى في 6، يبقى 5 في 6 ب 30، زود 5 يبقى 35، زود 5 تبقى 40، زود 5 تبقى 45.